بحاجه ترندي قوي اليومين دول. بصفتي رجل صيدلي بيجي لي بعض الناس في الصيدليه يسالونا من كتر الحاجات اللي بيشوفوها على السوشيال ميديا ان في حقن معينه كانت المفروض ان هي ابروفد للسكر، ودلوقتي بيسمعوا عن مشاهير ممثله الفلانيه او لعيب الكوره الفلاني خدها في الوقت المعين فخس 5 كيلو في 3 ايام وحاجات غريبه كده. فكنت حابب يا دكتوره ناردين اعرف منك الحاجات دي، يعني ايه وضعها، ايه الحقن دي، هل فعلا الحاجات دي موجوده وموضوع انها تخس في وقت قصير وتاخد حقن؟ اول حاجه يا دكتور، هو لازم نتفق على حاجه كلنا، لا يوجد سحر هدخل من باب الاوضه اطلع من الباب التاني بني ادم تاني، لا عمليه ولا حقنه ولا جلسه ولا دواء ولا كبسوله ولا دايت ولا عمليه هتحولني من شخص لشخص الا لو انا غيرت المايند سيت بتاعي وطريقه تفكيري، ومش في لحظه. تمام. مجرد ان انا اطلع اقول لك ان انا في 5 ايام هتنزل 200 كيلو، تعرف ان انا بضحك عليك. تمام. مفيش حاجه اسمها كده. تمام. لازم اعترف ان كل حاجه بتاخد خطوات وبتاخد مراحل، حتى العمليات الجراحيه، حتى الحقن، حتى كل حاجه. موضوع الحقن موضوع للاسف في ميسيوز كبير ليه، استخدام سيء كبير حصل فيه. الحقن دي نازله بقالها فتره طويله بره في الخارج، في امريكا، في كندا، في الدول العربيه، في يوروب، واخده FDA ابروفل، ودي بعد ال FDA ابروفل خلاص ما حدش يعني الكبارات بتوع الدنيا اللي بيقولوا الدواء ده امن وفعال ولا يعني لا، واتعملت عليه هم عملوا ابروفد ان هي تستخدم للسمنه وفي بعض الحقن كمان منهم واخد ابروفل لسن من 12 ل 18 كمان. وده اول دواء تخسيس او اول علاج لسمنه الاطفال ياخد ابروفل على مستوى العالم. فده بيورينا ايه مدى امان هذه الادويه ومدى امان هذه الحقن. تمام. المشكله ان في استخدام سيء ليها، بمعنى احنا في جرعات وفي طريقه استخدام معينه بتستخدم تحت اشراف طبي، ولازم طبيب هو اللي يقول الشخص ده يصلح ولا لا، لان لازم في الاول يتعمل تحاليل ونشوف هذا الشخص فت ان هو ياخد الحقن ولا لا. لو هو نوت فيتنج واخد الحقن خلاص يعني يتحمل بقى نتيجه فعلته. ما ده لسه اللي كنت عايز اسال فيه. برضو كنت عايز اسال حضرتك فيها يا دكتوره نيفين، موضوع ان الناس يعني المفروض ان الدواء ده تحت اشراف طبيب، فانا بستغرب ان هم بياخدوا الريفرنس بتاعهم من حد مشهور جاء قال انا خدت الحقنه دي وخسيت، فيشوف الممثله الفلانيه في المسلسل الفلاني كان شكلها ده من كابتن كبيره في النادي، احنا بناخد معلوماتنا من المفروض الموضوع ده مش المفروض طبعا المفروض. هو الحقيقه دكتور احمد ان استخدام الحقن سواء كان من ماده الليراجلوتايد او السيماجلوتايد هي فعلا بقت ابروفد من FDA، واحنا فعلا بنقول عليها انها ابروفد، بس هي لازم تبقى تحت ارشاد طبيب، ما ينفعش حد ياخدها منه من نفسه. تمام. يعني ممكن في بعض الحالات لو الحاله دي عندها هيستوري او عندها تاريخ مرضي لاي نوع من انواع الاورام في الغده الدرقيه او اي مشاكل كانت لها علاقه قبل كده تكيسات في الغده الدرقيه، الحقن دي هتبقى ريسك عليها، فبالتالي لازم الحقن تتاخد تحت يعني استشاره الطبيب. استشاره الطبيب ولها جرعه معينه، ولها جرعه معينه زي الدكتوره ناردين ما قالت ان هي مثلا مش يعني ممكن حاله ما تناسبهاش الحقن اصلا، طبعا ما تنفعش معاها اصلا طبعا، وممكن كمان تؤدي الى اثار وخيمه معاها كمان، يعني تجيب انا مستخدمها عشان تخسسي انت، يعني بسمع ان فيها دروباكس او اثار جانبيه كبيره. يعني هو لازم المريض كمان يبقى عارف ان هو بيعمل تغيير لكل اللايف ستايل بتاعه، مش دي العلاج السحري طبعا، ده لازم، هي دي هو ده فعلا اللي بيساعد ان المريض يستمتع بصحه جيده. تمام. تيجي الحاله برضو بتطلب منك طلب، انا مش عايز اعمل دايت ومش عايز اعمل رياضه وعايز اكل اللي نفسي فيه وعايز اخس اتصرف بقى، اتصرف ساحر العصا السحريه اتصرف، وعايز صحتي تبقى كويسه جدا وابقى نشيطه ومركزه وبكامل طاقتي وبكامل حيويتي، واتصرف هي منظومه يا دكتور احمد، هي منظومه بحيث ان احنا بنغير فعلا اسلوب حياه الانسان من خلال النوم بتاعه، عدد ساعات النوم بتاعته، النوم بدري والاستيقاظ بدري، ممارسه الرياضه، ممارسه الاكل الصحي، صح. الكشف لو في عندي اي خلل في اي هرمونات، هي منظومه على بعضها. يعني احنا بتجيلي حالات تقول لي طلعي لي اخر ابحاثك يا حبيبي، لا لازم انت، لا احنا نتكلم انت اللي هتساعدني، وكل حاله ليها النظام بتاعها، مش مفيش حاجه تنفع كل الحالات. ولازم كمان يبقى المريض عارف ان هو جاي عشان يستمتع بصحه افضل. ايوه هو القصه مش قصه وزن او رقم،
لا انا جاي استمتع بصحتي، احمي نفسي من الامراض المزمنه. صح. هي ليه الدوله تعمل مبادرات وتبحث عن السمنه وتبحث انها تبقى ضد انها الكشف المبكر عن السكر او الضغط؟ ليه؟ عشان الناس تعيش حياه افضل. عشان الناس تستمتع بصحه افضل. صح. وعشان كمان ليه الكشف على السمنه في الاطفال؟ عشان يكون عندك جيل من الاطفال او نشء او شباب صحته يستمتع كويسة. بصحه كويسه. مظبوط. ما انت لو اولادك بيستمتعوا بصحه كويسه مش بيعانوا من اي امراض، انت بالتالي هيبقى عندك دوله قويه وعندك جيش قوي. صح. هو الاولاد دول النهارده اللي هم اطفال في يوم من الايام هيبقوا هم اللي هيقودوا المنظومه. صح. منظومه. صح مظبوط يا دكتور. والوقايه خير من العلاج. ما نقدرش ننكر ان دي أهم احنا حاجة. لو حمينا الجيل ده هيطلع ما فيش اللود الكبير على الدولة في التكلفة العلاجية لمشاكل القلب والكبد والسرطانات. احنا معظم انواع السرطانات بقى وراها عامل مساعد جدا، قصة تمام. زيادة صح. الوزن. عشان زياده الوزن والحاجات دي. ده الدمنشيا كمان. صح. يعني الدمنشيا في ناس كتير ده لسه بدأت موضوع، تكتشف الموضوع ده، العته او فقدان الذاكره او الحاجات النسيان. النسيان والحاجات على دي. فكرة ده كلنا بنحس. البدانه هي المتهم الاول فيها. تمام. يعني دايما كنا بنقول 5S، الشوجر والسليبنج والبدانه دي ليها دور قوي جدا جدا في موضوع الذاكره والتاخر في حاجات كتير ذهنيه. كويس. احنا الحاجات دي كلها عايزين نستفيد بيها بقى ان شاء الله كده. احنا الهيدلاين بتاعنا في موضوع الحقن ان لا حقن بدون استشاره طبيب. بالظبط. تمام كده. بالظبط. تمام.